السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيكون الجزء الثاني من سلسلة تصميم تجربة المستخدم اللي بدأناها الاسبوع اللي فات، وهنتكلم في الفيديو ده عن الريسيرش والامباثايز، ودي الخطوة التانية من الخطوات اللي عرضناها برضو في الفيديو اللي فات. وهسيب لكم اللينك بتاع الجزء اللي فات برضو علشان لو في حد مشافش الجزء اللي فات ممكن ان هو يعرف الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في السلسلة، وكمان يعرف عن الكيس ستادي او الميتنج اللي احنا عملناه مع الكلاينت. طيب، اول حاجة هنتكلم فيها مع بعض هي اهمية اليوزر ريسيرش. اليوزر ريسيرش لو ما اتعملش في البرودكت اللي بيطلع في السوق، بيبقى المنتج ده معمول بيزد على الأهواء الشخصية، التفضيلات الشخصية. من غير اليوزر ريسيرش انا بطلع منتج مبهم، يعني انا مش عارف هو هينفع اليوزر ولا لا، هيحلله مشاكله ولا لا، لان انا بعرف ده بيزد على اليوزر ريسيرش اللي انا بعمله وبحثي اكتر ومعرفة المشاكل من يوزرز حقيقيين اكتر. ده اللي هيخليني ان انا انجح في ان انا اقدم منتج بيحل مشاكل اليوزرز وفعلا بيخدمهم وفعلا يحقق لهم الاهداف بتاعتهم. ولكن انا ما عملتش المرحله دي، فانا كل واحد عندنا في التيم مثلا بيدي افكار، بيدي مشكله، بيدي اي اقتراحات. ده بيبقى بناء على اراء شخصيه وتجارب شخصيه ممكن لا تمت للمستخدمين الفعليين بصله. وطبعا احنا لو عملنا سكيب لليوزر ريسيرش وطلعنا بالمنتج من غير اليوزر ريسيرش، هو كده كده لازم هتحصل مشكله للمنتج ده. وللاسف الشديد جدا ان المشاكل دي يعني لما بتحصل اول ما المنتج بيطلع ده بيسبب مشاكل كبيره جدا للمنتج، بيديله ريبيوتيشن سيئه جدا او سمعه سيئه جدا. الورد اوف ماوث بتنتشر بقى ان يا جماعه الابلكيشن ده لا مش احسن حاجه. طبعا انت كده بتخسر كلاينتس او بتخسر يوزرز، وبيبقى صعب جدا. انت كده كده لازم علشان تبتدي بقى ان انت تحل المشاكل اللي عندك في المنتج هتعمل اليوزر ريسيرش علشان تصمم المنتج صح. طبعا وقتها هتبقى خسرت كلاينتس او خسرت يوزرز، وهيبقى صعب جدا ومكلف جدا ان انت ترجعهم تاني، ان هم يثقوا في المنتج بتاعك ويبتدوا ان هم يستخدموه مره تانية. طيب ايه اللي احنا هنعمله؟ احنا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، الكلاينت ده عنده مشكله في موضوع التشيك اوت بروسيس بتاعته، ان الناس بتسيب ايتمز في الكارت من غير ما يعملوا التشيك اوت او من غير ما يعملوا البيرتشيس يعني او الشراء. فاحنا في الفيديو ده هنعرف بقى مع بعض كده ليه اليوزرز بيعملوا الحركه دي، ليه بيسيبوا الايتمز بتاعتهم في الكارت، ايه هي المشاكل اللي بتواجههم، ايه هي البين بوينتس، والطرق اللي احنا اتكلمنا فيها دي هي دي اللي هنتعرف بيها على المشاكل والعقبات اللي بتواجه اليوزرز وبتخليهم ان هم ما يكملوش الشهر للاخر. كلام جميل. طيب، عندي التارجت اودينس دي اول حاجه. احنا خدنا الديموغرافيكس دي من الكلاينت بتاعنا، وعرفنا مع بعض ان الايدج بتاع الاودينس بتاعنا بيرينج من 25 ل 50 سنه. بستفيد من الايدج في ايه؟ بستفيد من كذا حاجه. يعني ممكن مثلا لو انا عندي عموما، انا بتكلم عموما، لو انت مثلا عندك رينج ايدج عالي مثلا سينيورز في البرودكت بتاعك، هتضطر مثلا ان انت تهتم قوي بالاكسسبيليتي، هتضطر ان انت تهتم قوي بالتايبوجرافي بتاعتك. في شويه ديزاين ديسيجنز هتاخدها بيزد على الايدج ده مهمه جدا، وهتأثر جدا على الجروب اللي بيستخدم او الايدج جروب اللي بيستخدم المنتج بتاعك. الجندر بوث ميل اند فيميل، اللوكيشن كاليفورنيا كلها زي ما اتكلمنا. انكم ليفل برضو دي حاجه من الحاجات المهمه. يعني أنا دلوقتي عندي فاريشن في الانكم ليفل، عندي هاي انكم ليفل وعندي لو انكم ليفل. فده معناه ان انا عندي ناس مثلا ممكن تبقى بتبريفير ان هي بتستخدم كريدت كاردز مثلا كبيمنت ميثود او كطريقه دفع، وممكن عندي ناس تانية ممكن بتستخدم الكريدت كاردز ده بالنسبه لها بيبقى مشكله، او مش عنده اصلا كريدت كارد فهو بيبقى بيفضل ان هو عنده كاش اون ديليفري. فبيستحسن لو انا عندي الفاريشنز دي مثلا في الانكم ليفل ان انا اعمل بيمنت ميثودز كلها، بحيث ان انا ما اخسرش سيجمنت معينه من اليوزرز. كذلك الاديوكيشن برضو، الاديوكيشن عندي لو ليفل عالي ممكن ان يعني اليوزر بيبقى فاهم اكتر، دايس اكتر في موضوع الابلكيشنز والبرودكتس الاونلاين، فهيبقى الموضوع مش محتاج سمبليفيكيشنز او تبسيط قوي يعني، بحيث ان انا مثلا في كل حته كده ابقى حاطط مثلا انفورميشن ايكون تول تيب بتاع، ببقى عارف ان اليوزر ده اوريدي خلاص هو يعني متعود ان هو يستخدم ابلكيشنز او يعني استخدم الانواع دي من الابلكيشنز كتير، فبالنسبه له الموضوع ممكن يبقى سهل. ممكن مثلا لو في لور انكم ليفل هتبقى في
تحفُّظ شوية في إن أنا أسهِّل حاجات بقدر الإمكان، ممكن أحس إن هي مش أبسط حاجة بالنسبة لواحد لسه داخل مثلًا يتعامل مع المنتج ده لأول مرّة. الlanguage نفسها اللي أنا باستخدمها ممكن أبسّط اللغة شوية، يعني مثلًا لو عندنا في مصر ممكن إن أنا أخلّي اللغة العامية مثلًا هي اللغة اللي أنا باستخدمها في المنتج بتاعي، بحيث إن لو في حد داخل هو أول مرّة يتعامل مع برنامج زي كده يبقى فاهم، أنا باكلّمه كده كإنّي قاعد معاه عادي، باحكي له يعمل إيه وباقول له يروح فين والكلام ده كلّه. طيب أنا الclient بتاعي رابط الproduct بanalytical tool. الanalytical tools دي عشان أدّيكم examples فيها Google Analytics لو أنتم اتعاملتوا مع Google Analytics أو GA، وفي Hotjar، في مثلًا زي PageSense بتاع Zoho، في كذا حاجة ممكن الواحد يربطها الapplication أو الproduct بتاعه. على فكرة Google Analytics مش أحسن حاجة للapplications والweb applications. يعني أعتقد Hotjar هيبقى أفضل، بيطلّع insights أكتر. تعالوا نعتبر إن الclient بتاعنا رابط الproduct بتاعه بHotjar، وهاوريكم برضه شوية أمثلة كده على Hotjar تحت في الpage دي. تعالوا نقول الanalytical tools findings مثلًا دي بتبقى خلال فترة معيّنة، فتعالوا نقول خلال آخر 6 شهور هي دي الfindings اللي طلعت أو الinsights اللي طلعت. عندي في check out abandonment، دي الناس اللي سابت الcheck out process، اللي ما كمّلتش في الcheck out process بالpercentages بتاعتها أو الأرقام بتاعتها. في الabandonment rate دي معناها ان اليوزر دخل في الفلو بتاع او دخل مثلا على صفحه التشيك اوت وخد انتراكشنز وعدى مثلا كذا خطوه فيها، وبعد كده خرج في خطوه معينه، ده abandonment. في 40% من اليوزرز عملوا abandonment في البيمنت بيج، في مرحله البيمنت. تمام. الباونس ريت دي بقى حاجه مختلفه شويه. الباونس ريت دي لو انا دخلت على صفحه معينه وما خدتش عليها اي اكشن خالص، يا دوبك بس عملت لها سكان او دخلت عليها وخرجت من غير ما اعمل اي حاجه، ده الباونس. يبقى كده انا عندي باونس وعندي اباندمنت، ده الفروقات ما بينهم. الباونس ريت عندي فيه 30%، اول ما دخلوا على تشيك اوت خرجوا على طول من غير ما ياخدوا اي اكشن او يعملوا انتراكشن على البيج. بعد كده عندي رقم 2 تكنيكال بيرفورمانس. لقيت ان في البيجز الافريج لود بتاعها 6 سكندز، وده يعتبر رقم كبير. ولقيت ان في عندي 15% ايرور ريت بتحصل لما في اي يوزر بيعمل بيمنت اتمت. 15% من اليوزرز اللي عملوا بيمنت اتمتس على التشيك اوت او في التشيك اوت ظهر لهم ايرور بيج، ودي طبعا مشكله كبيره جدا. الايرورز اللي لها علاقه بالتكنيكاليتيز دي طبعا بنكوميونيكيتها مع التيك تيم، بنقعد مع التيك تيم بنقول لهم يا جماعه احنا شايفين في 1 2 3 ايرورز، وبنبتدي بقى ان احنا نكوميونيكيت معاهم التفاصيل اللي احنا طلعنا بيها والداتا اللي احنا طلعنا بيها، وهم بيبتدوا يحلوا المشكله وبنتست معاهم لحد اما بنوصل لنتيجه مرضيه او performance كويس. وهنيجي طبعا لكل الكلام ده. السكيورتي كونسيرنز، معلش انا غلطت في security concerns دي، نخليها رقم 3 عشان بس تبقى ايه الدنيا مظبوطه. اوكي، يبقى عندي security concerns في 30% من اليوزرز خدوا وقت طويل جدا على البيمنت سامري بيج من غير ما يعملوا اي اكشن، وبعد كده سابوا البيج. عندي الهيت ماب فايندنجز في 50% من اليوزرز عملوا فوكس على الاريا بتاعت البيمنت سكيورتي، او اللي المفروض يكون فيها البادجز مثلا او الحتت اللي بتقول ان في سكيورت بيمنت في الويب سايت ده او في التشيك اوت بروسيس دي، وما لقوش ان في الكلام ده، فبالتالي برضو سابوا البيج من غير ما ياخدوا اي اكشن. انا عايز اوريكم بس الفرق بين الهيت مابس في هوت جار مثلا، واعتقد برضو في كذا بلاتفورم بتمشي او كذا تول بتمشي بنفس الطريقه. في حاجه اسمها سكرول ماب. السكرول ماب دي بتوريك هيت ماب لاكتر اجزاء اليوزر وقف عندها او شافها او وصل ليها. عندي طبعا اول جزء في البيج ده اللي هو بيلاند عليه، هو ده اكتر جزء بيبقى فيه اكبر نسبة خالص من المشاهدة يعني، او ان اكتر جزء شافه. وفي percentages برضو طبعا، يعني ممكن تكون دي مثلا 100% ولحد هنا مثلا اللي هي above the fold. وعلى فكرة above the fold و below the fold دي هنبقى ممكن نبقى نعمل لها فيديو برضو او نخش في تفاصيلها بعدين. كل ما بنزل تحت كل ما بتقل الانجيجمنت او بيقل الحتت اللي اليوزرز شافوها من الصفحه دي، او الحتت اللي اليوزرز عملوا لها سكرول يعني او وصلوا ليها. وعندنا هنا في اليمين في دي اسمها الكليك مابس، هي هيت مابس للكليكس بقى. يعني لو زومنا كده شويه هنلاقي ان
الاجزاء او الزراير اللي حصل عندها كليكس عاليه جدا او اليوزر عمل معاها انتراكشنز عالي جدا موجوده عندنا بالالوان الداكنه قوي او الهيتد قوي، الاحمر اللي زي كده واللي زي كده. والزراير او الاجزاء اللي اليوزر عمل عليها كليكس قليله او انتراكشنز قليله برضو دي كانت بالوان اقل، زي الجزء ده مثلا والاجزاء اللي في الفيديو هنا والزرار ده. فانا حبيت اوريكم كده برضو الهيت مابس اللي ممكن نطلعها من الاناليتيكال تولز. وبرضو هنا في الداشبورد بتاعت الهوتجار، هنا بيبقى موجود فيها برضو ذين رينج معين، هنا last 30 days مثلا او اخر 30 يوم. هلاقي عندي هنا التوتال سيشنز مثلا برقم معين اهو خلال ال 30 يوم اللي فاتوا، وعندي الافريج سيشن ديوريشن ودي اللي هي المتوسط الوقت بتاع السيشن يعني، وعندي برضو متوسط الصفحات اللي اليوزر بيخش عليها في السيشن الواحده، وعندي الباونس ريت اللي احنا زي ما قلنا ان هو يسيب الصفحه من غير ما ياخد عليها اي انتراكشن، موجود عندي ب 37.4. ده كلام جميل. تعالوا بقى نخش على الحتت بقى الشيقه في اليو اكس بروسيس، وهي اليوزر انترفيو. احنا هنعمل يوزر انترفيو، احنا مش هنعمل سيرفيز، احنا هنعمل يوزر انترفيو. تعالوا نفترض كده ان احنا قررنا ان احنا نعمل يوزر انترفيو. طيب ده كلام جميل. هنعملها ازاي بقى؟ يعني هنجيب اليوزرز دول منين؟ احنا معانا الداتا بتاعتهم، معانا مثلا ايميلز ومعانا فون نمبرز، بنبعت لليوزرز بتوعنا على الايميل والفون نمبرز. مثلا احنا في اي كوميرس ويب سايت، فممكن نقول لهم مثلا احنا هنديكوا ديسكاونتس كبيره جدا او بروموشنز على برودكتس معينه، او حتى اسايم شراء مثلا، فاوتشرز او اي حاجه تبقى حافز ليهم ان هم يقرروا ان هم ياخدوا الانترفيوز دي معانا. فده بيبقى شيء لطيف جدا، وبيخلي فعلا الناس تقدر ان هي تشارك، او بيخلي الناس ان هي يعني تبقى عايزه تشارك في حاجه زي كده. طيب خلال الانترفيو في شويه تيبس كده المفروض بنخلي بالنا منها. اول حاجه خالص ان هي تبقى انفايرمنت لطيفه. بدايه كلامك كده يبقى كلام كاجوال كده وجميل، تكسر كده الجو يعني كده بكلمتين حلوين وكلام عام كده بسيط قوي. وبعد كده بتقول البيربس او الهدف من الانترفيو دي، وقد ايه ده ممكن يساعد في ان هو يخلي حياه الناس افضل واسهل، وتحسس وتحسس اليوزر اللي انت بتعمل له انترفيو ده ان هو فعلا بيعمل حاجه مهمه جدا وهتاثر جدا في حياه الناس، لان ده فعلا حقيقي. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات نلتزم بالاوبن اندد كويستشنز اكتر حاجه، لان دي الحاجه اللي هتخلي اليوزر يتكلم بمنتهى الاريحيه وهتخليه يقول كل اللي عنده. وانا هبقى عايز ده، انا هبقى عايز اكبر قدر من الداتا ممكنه عشان اعرف الاقي مشاكل والاقي حلول ليها. وبرده يعني نحاول ان احنا ما نقاطعش اليوزرز، ويبقى في كده اكتيف listening، ويبقى فعلا امباثي بجد، وتحسسه ان انت فعلا متعاطف معاه، ويبقى في رياكشنز كده عليك ان انت فعلا بتحاول ان انت تحل مشكلته، مش مجرد ان انت بتأدي وظيفتك وخلاص. وتنتبه جدا لليوزر بيقوله والمشاكل اللي هو بيقولها، واي مشكله هو بيقولها تحاول تتعمق قوي في تفاصيلها وتعرف هو بيحس بايه لما المشكله دي بتحصل، وتحاول تطلع منه كل التفاصيل الممكنه اللي ليها علاقه بالمشكله بتاعته دي. تقعد تسأل اسئله لحد ما تحاول توصل لسبب المشكله او تفاصيل المشكله باكبر قدر ممكن. تسجيل الانترفيو ده بيبقى بيزد على الكونسنت بقى. لو هو موافق ان انت تسجل انترفيو تمام، لو مش موافق يعني خلاص. انت طبعا كده كده القلم والورقه او مثلا ايباد او ايا كان بقى اللي انت بتستخدمه عشان تاخد نوتس، ده اساسي معاك في من اول ما بتبتدي اصلا لحد الاخر خالص في اليو اكس ديزاين بروسيس عامه. يعني بالنسبه للموضوع بتاع التسجيلات ده، انت ممكن برضو تاخد اي حاجه بتعمل ترانسكريبشن كده للميتنجز مثلا بتاعتك، او اي حاجه بتطلع لك الميتنج بتاعك ده التكست، برضو ده يكون افضل ان انت يبقى عندك برضو الداتا بتاعت الميتنج كلها تقدر ان انت ترجع لها في اي وقت. ده بالنسبه للتجهيزات اللي احنا بنعملها قبل اليوزر انترفيو. تمام. الاسئله بقى اللي احنا سالناها ايه؟ اول سؤال خالص ان انت عايز تخلي اليوزر يقول لك عن اخر اكسبيرينس هو خدها على الويب سايت، اخر شوبينج اكسبيرينس خدها على الويب سايت بتاعنا او المنتج بتاعنا، وايه الاحساس بتاعه من الاكسبيرينس كلها على بعض كده، هو حاسس بايه من اول ما بدأ لحد ما خلص. بعد كده نخش بقى للتشيك اوت نفسها. التشيك اوت دي بالنسبه لك كان ايه اخبارها؟ كانت عامله ايه معاك؟ في اي بوينتس مثلا بالنسبه لك كانت مش واضحه او فيها اي صعوبه؟ وتسيب برضو اليوزر يتكلم ويقول كل اللي عنده. بالنسبه للبيمنت بروسيس، ايه كان احساسك لما جيت اتعاملت في البيمنت وقت البيرتشيز بتاعك او وقت التشيك اوت؟ وايه هي الطريقه اللي انت بتفضل ان انت تدفع بيها لما تيجي تشتري منتجات على الويب سايت بتاعنا؟
والاوفر اول ساتسفاكشن اللي هو مستوى الرضا بتاعه، ايه هو مستوى رضاك على التشيك اوت اكسبيرينس على الويب سايت، وايه البوينتس اللي انت ممكن تعملها علشان تحسن من تجربتك على الويب سايت بتاعنا. وبرضه بتسيب اليوزر يقول كل اللي عنده وتاخد منه كل الداتا اللي هتطلع منه. بعد كده عندي الانسايتس بقى او النوتس اللي انا طلعت بيها من اليوزر انترفيوز. اول حاجه عندي خالص في يوزر كونفيدنس او تراست، الثقه، مستوى الثقه بتاع اليوزر يعني لينا. في يوزرز كتير كان عندهم شويه مشاكل في موضوع الاختفاء بتاع السكيورتي انديكيتورز في البيمنت مثلا. يعني ما كانش عندهم ثقه قوي لان هم مش لاقيين سكيورتي بادجز او اي حاجه بتقول ان البيمنت سكيورد على البلاتفورم بتاعتنا، فده عمل لهم تراست ايشوز او مشاكل في الثقه في المنتج بتاعنا او ان هم يدفعوا على المنتج بتاعنا. بالتالي هم ما تعاملوش او ما كملوش الشراء بتاعهم. في يوزرز لقوا ان البروسيس طويله جدا، بتاخد وقت كبير جدا، وبرضه مفيش اي انديكيشنز او اي علامات بتقول لهم هو فاضل قد ايه، هم في انهي مرحله بالظبط وفاضل كام مرحله، والكلام ده كله هم تايهين مش عارفين هتاخد قد ايه وقت او هيخلصوها بعد كام مرحله. ده طبعا شيء صعب جدا بالنسبه لهم. وفي يوزرز قالوا ان في مشاكل تقنيه في الويب سايت، مشاكل ليها علاقه بالبرفورمانس نفسه، ان مثلا الناس حصل معاهم ايرورز، جاب لهم ايرور بيج وهم بيدفعوا، ان الناس في سلو لودنج تايم مثلا في الصفحات او الستبس بتاعه الكارت. كل دي مشاكل اليوزرز واجهوهم وسبب لهم فرستريشن عالي جدا. وفي عندي ظهرت مشاكل برضو ليها علاقة بالتكاليف، تكاليف غير متوقعة بالنسبة لليوزرز، زي مثلا الفاليو ادد تاكس او الفات، وفي برضو الشيبينج فيز، وهما الاتنين ظهروا في الاخر خالص. يعني اليوزرز خدوا وقت كبير جدا على ما شافوا ان هيبقى فيه تكاليف زياده، فهم بعد ما خدوا الوقت ده كله في الاخر لقوا فيه تكاليف زياده، فكده يعني قمه الفرستريشن بالنسبه لهم. وده سبب من الاسباب اللي خلاهم ان هم ما يكملوش البيرتشيز او الشراء. وبعد كده في البيمنت ميثودز مش فليكسبل كفايه. هم في بعض اليوزرز لقوا ان هم مش لاقيين البيمنت ميثودز اللي هم بيفضلوها او طرق الدفع اللي هم بيفضلوها. في ناس مثلا بتحب ان هي تدفع بالكاش، ما لقوش ان الطريقه دي موجوده على البلاتفورم، فده برضو سبب لهم فرستريشن وخلاهم ان هم ما يكملوش الشراء على البلاتفورم. في الفريكوينت بيرشيسنج دي اللي هي الناس اللي بتشتري باستمرار على البلاتفورم بتاعتنا او البلاتفورم بتاعت الكلاينت بتاعنا، بيقولوا ان هم عندهم مشكله كبيره جدا في ان هم كل مره يجوا يشتروا اي منتج على الويب سايت او المنتج بتاعنا لازم يملوا الانفورميشن زي الادرس انفورميشن او انفورميشن العنوان او البيمنت انفورميشن بتاعتهم زي الكريدت كارد مثلا، لازم يحطوا البيانات من الاول تاني بالنسبه للكريدت كارد. والشيبنج برضو لازم يحطوا العناوين بتاعتهم من الاول تاني. ده بيسبب لهم برضو فرستريشن جامد جدا وبيخليهم ان هم ما يبقوش فريكوينت بايرز ويسيبوا البرودكت بتاعنا ويروحوا المنافسين تانيين. دي كده الانسايتس والمشاكل اللي احنا طلعنا بيها من اليوزر انترفيوز. بعد ما بنطلع الانسايتس من اليوزر انترفيوز بنكتشف ان احنا في حاجات كده احنا كنا شايفينها اللي هي منطقيه، يعني ان اليوزرز يشوفوها بطريقه معينه، وبعد ما بنخلص بنلاقي لا، ده اليوزرز بيفكروا في حته تانية خالص عمرها ما كانت تيجي في بالنا. فده دايما بيوريك قد ايه الخطوه دي مهمه جدا، وقد ايه الخطوه دي يعني هتفرق في ان المنتج بتاعك ده يا اما ينجح يا اما يفشل. لان انت هنا خلاص انت جبت عينات من اليوزرز اللي هيستخدموا البرنامج، عينات مختلفة، فهتحاول يعني تجمع اكبر قدر من المشاكل اللي يعني اغلبية المستخدمين هيواجهوها. فده بيحسسك برضو باطمئنان شوية ان انت ان شاء الله لما تيجي تطلع المنتج بتاعك يبقى فيه نتائج كويسة ويحقق لك الاهداف اللي انت بتدور عليها. طيب نيجي للكومبetitive اناليسيس. احنا جبنا المين تو كومبيتيتورز بتاعنا او الاثنين الرئيسيين يعني في السوق، وعملنا لهم اناليزيشن كده وحللنا البرودكتس بتاعتهم وطلعنا بشويه نتائج كده. تعالوا نشوفها مع بعض. عندي اول حاجه خالص التشيك اوت لينكس او طول التشيك اوت بروسيس نفسها. عندي كومبيتيتور A، والله هي فيها بروجرس انديكيتورز، فاليوزر عارف هو فين ورايح فين وجاي منين وكام خطوه والكلام ده كله، ده شيء كويس طبعا والمفروض ان هو يبقى موجود.
ولكن عندي كومبيتيتور بي عنده فيتشر لطيف كده اسمه سيف فور ليتر. لو هو في حد بيعمل تشيك اوت في خطوه معينه ممكن ان هو يسيبها وبعد كده يرجع يكملها بنفس الداتا، مفيش مشكله خالص، هيلاقي ان الانفورميشن بتاعته متسيفه. بعد كده عندي في التكنيكال بيرفورمانس هم طبعا اسرع في التحميل. كومبيتيتور A 3 ثواني ومفيش ايرورز كتير، مينيمال بيج ايرورز. وكومبيتيتور بي برضه عنده فيتشر لطيف كده ان هو عنده لما بيجي يظهر اي ايرور بيبقى فيه زرار ريتراي على طول كده بارز جدا قدام اليوزر، فيقدر ان هو يدوس عليه فيكمل على طول، احسن ما يبقى فيه ايرور كده ويتصدم فيه كده ومفيش اي اكشن ان هو ياخده، فهيتخنق، مش هيبقى عنده طاقه ان هو يدوس على اي حاجه، فهيسيب الفيتشر ويمشي. لكن انا لو سبت له الزرار ده ممكن يعني يقلل شويه من موضوع الاباندنمنت. عندي الحاجات اللي ليها علاقه بالتكاليف والافصاح عن التكاليف. في كومبيتيتور A ده بيظهر كل التكاليف اب فرونت قدام اليوزر. وعندي كومبيتيتور B بيعمل بريك داون في الريفيو بيج، ولكن هو بما انه عنده خطوات اقل فممكن ده يأثر بالايجاب شويه على اليوزرز ويشوفوا التكاليف في وقت اقرب شويه من عندنا، لان احنا عندنا خطوات اكبر منهم. بعد كده عندي الحاجات اللي ليها علاقه بالسكيورتي اللي ليها علاقه بالبيمنت. هما الاثنين عندهم security badges و بيظهروا ان البيمنت عندهم secured او encrypted على الويب سايت بتاعهم. طيب بالنسبه لليوزر بيرسوناز، هي بتبقى شخصيات افتراضيه انا اللي بعملها بيزد على كل سيجمنت عندي في التارجت اودينس. يعني احنا زي ما قلنا دلوقتي في التارجت اودينس موجود بايدج جروبس معينه، موجود بانكم ليفلز معينه، موجود باديوكيشنال ليفلز معينه. انا باخد كل سيجمنت من دول وبخلي فيه شخص بيمثل كل سيجمنت، والشخص ده بيكون موجود قدامي على طول. بديله اسم، بديله صورة طبعا، يعني بديله ممكن صور واقعية، انا بس الافاتارز دي كده عشان الوقت، وبديله تفاصيل كتيرة جدا. كل لما اجي اعمل اي حل المشكلة او اي فكرة في المنتج بتاعي او اي فانكشن، ابقى حاطط بقى قدامي سارة ومايك وايميلي دول، واشوف انا لو عملت الفانكشن دي او الفيتشر دي او الفكرة دي سارة هتحس بايه، مايك هيحس بايه، ايميلي هتحس بايه، وهكذا. فهم بيبقوا دايما موجودين قدامي على اساس ان ده التارجت اودينس بتاعي، لان هم بيمثلوا كل الكاتيجوريز او السيجمنتس اللي موجوده في التارجت اودينس بتاعي. فانا دلوقتي جيت مثلا لساره دي البيزي بروفيشنال، هي عندها 35 سنه، في ميل، عايشه في لوس انجلوس كاليفورنيا. انكم ليفل بتاعها هاي، educational ليفل بتاعها واخده ماسترز ديجري. الشوبينج هابتس بتاعتها او يعني عادات الشوبينج بتاعتها، هي بتقيم الوقت جدا، الوقت عندها ده حاجه مهمه جدا. بتكسبكت دايما ان هي يبقى عندها تشيك اوت سريع جدا ويكون برضو امن. بالنسبه للجولز بتاعتها، هي عايزه ان هي تخلص الشوبينج اكسبيرينس بتاعتها بسرعه جدا من غير اي مشاكل، ويبقى في سكيورد بيمنت على البلاتفورم اللي هي عليه. و بتبريفير الكريدت كارد او البيمنت بريفرنسز، دي تفضيلات الدفع، يعني هي بتفضل ان هي دايما تدفع بكريدت كارد. والبين بوينتس او المشاكل اللي هي بتواجهها في البلاتفورم بتاعتنا هي ان التشيك اوت طويله جدا ومعقده شويه، وبالنسبه لها برضو في لاك اوف سكيورتي بادجز او سكيورتي بيمنت انديكيتورز، اللي هي يعني ما فيش اي حاجه بتعرفها ان في secured payment في الويب سايت ده او وقت الدفع. برضو عندي مايك، ده الكوست كونشس شوبر، ده عنده الايج 42 سنه، ميل، ساكرامنتو كاليفورنيا. ده يعني الانكم بتاعه الليفل القليل في الانكم او اللو ليفل انكم. وعندي في الاديوكيشن هو واخد هاي سكول دبلومه، فبرضو ده الاديوكيشنال ليفل القليل. والشوبينج هابتس بتاعته هو بيبقى دايما مركز على الديلز والاوفرز، وبرضو بيكونسيدر التكاليف او ما بيحبش ان هو يلاقي فجأة فيه تكاليف اضافية ظهرت له. الجولز بالنسبة له ان هو يلاقي افضل ديل بالنسبة له من غير ما يبقى فيه اي تفاصيل تكلفة غير واضحة، وبيبقى دايما عايز يتاكد ان هو يقدر يدفع بالبريفيرد ميثود بتاعته اللي هي الكاش اون ديليفري، وما يحسش ان هو دايما مضغوط ان هو يدفع بكريدت كارد او باي بيمنت ميثود غير اللي هو بيفضلها اللي هي كاش اون ديليفري. زي ما قلنا البيمنت بريفرنس او تفضيلات الدفع عنده بالنسبه له كاش اون ديليفري مش كريدت كارد. يعني ما بيحبش خالص ان هو يلاقي unexpected charges او charges هو بيتفاجئ بيها زي الفات مثلا. وبرضو مش حابب ان ما يبقاش في كاش اون ديليفري بيمنت اوبشن على البلاتفورم.
طيب بالنسبه لايميلي دي الفريكوينت شوبر، ده السيجمنت التالت بتمثله ايميلي. دي 28 سنه، فيميل، سان فرانسيسكو كاليفورنيا، ميدل انكم، وواخده باتشلرز ديجري في الاديوكيشن. هي يعني بتنجوي الاونلاين شوبينج اكسبيرينس، مش عايزه يبقى فيه اي جلitches او اي ايرورز مثلا بتظهر لها. وهي فريكوينت شوبر، هي بتشوب باستمرار. يعني الجولز بالنسبه لها ان هي يبقى في تجربه شراء بدون اي جلitches او بدون اي ايرورز، وفي نفس الوقت برضو يبقى في فلكسبيليتي شويه في ان هي تعرف تسيف الانفورميشن بتاعتها، سواء البيمنت او الادرس انفورميشن، علشان تقدر ان هي تشتري مرات متعدده بكل سهوله. دي يعني بتفضل ساعات كاش ساعات كريدت كاردز. بالنسبه لها البين بوينتس بيحصل لها فرستريشن من موضوع التكنيكال ايرورز اللي بتظهر، او الايرورز اللي بتظهر، او السلو لودنج، او البرفورمانس السيء بشكل عام. وبرده هي عندها مشكله في ان ما يبقاش في سيف للشيبنج انفورميشن او البيمنت انفورميشن، علشان هي فريكوينت شوبر، وبتحس ان الموضوع ده بيضيع لها وقت كبير جدا لما بتشتري باستمرار. طيب ده كده البيرسوناز. احنا كده خلصنا الانترفيوز وشفنا الانسايتس بتاعت الاناليتيكال فايندنجز، وعملنا كومبيتيشن اناليسيز او كومبيتيتيف اناليسيز، وعملنا البيرسوناز بتاعتنا. وكده احنا خلصنا المرحله بتاعت اليوزر ريسيرش والامبسايز. طلعنا بقى البوينتس اللي فيها المشاكل اللي بتواجه اليوزرز بتاعتنا. في 6 نقط طلعنا بيهم، ودي مرحله الديفاين من اليوزرز برسبكتيف. زي ما اتكلمنا قبل كده في الجزء الاولاني، احنا عندنا ديفاين من وجهه نظر اليوزرز، وفي من وجهه نظر الكلاينت اللي هي البيزنس بروبلمز اللي خدناها من الكلاينت في الميتنج بتاعنا. اول حاجه عندنا خالص في lack of secure payment badges، دي اللي احنا اتكلمنا عليها، ان مفيش في يوزرز كتير شايفين ان مفيش اي بادجز او اي indicators بتدل ان في secured payments على الويب سايت ده، فبيخاف ان هو يحط الكريدت كارد انفورميشن او ان هو يدفع بوسائل دفع، بيحس بعدم ثقه، فبالتالي ما بيكملش البيرتشيز بتاعته. البروسيس نفسها بتاعت التشيك اوت طويله جدا ومش واضحه، مفيش اي انديكيتورز بتوري اليوزر هو فين ورايح فين. مفيش انديكيتورز بتوري اليوزر الخطوات، عدد الخطوات اللي هيمر بيها عشان يخلص البيرتشيز بتاعته. كل دي حاجات بتاثر على اليوزر وتخليهم ان هم يسيبوا التشيك اوت بروسيس دي من غير ما يعملوا البيرتشيز برضو. بالنسبه للتكنيكال ايرورز، في يوزرز قالوا ان هم وقت البيمنت بيحصل لهم ايرورز، وفي يوزرز قالوا ان البرفورمانس بتاع الويب سايت مش احسن حاجه. اللودنج تايم برضو ده مدعوم بالاناليتيكال فايندنجز، لقينا ان هو 6 ثواني، وده لودنج تايم كبير. وبرضو في الاناليتيكال فايندنجز لقينا ان في ايرورز فعلا بتحصل للناس اللي بيعملوا البيمنت. ده بالنسبه للتكنيكال ايرورز. بالنسبه للانكسبكتد كوستس، في يوزرز لقوا ان في تكاليف اضافيه بتظهر لهم فجاه، زي موضوع الفات اللي بيظهر في اخر خطوه خالص، وقت ما اليوزر بيكون اوريدي عانى جدا ان هو يوصل للمرحله الاخيره دي. ففي الاخر كمان بيلاقي ان في تكاليف اضافيه هتتحسب عليه، بالتالي ان هو بيسيب الكارت بتاعته من غير ما يعمل البيرتشيس. برده ما فيش كاش اون ديليفري. في يوزرز كتير قالوا ان هم بيفضلوا ان هم يكون عندهم البيمنت ميثود بتاعه الكاش اون ديليفري مش الكريدت كارد. فبرده غياب الميثود دي بتخلينا ان احنا نخسر اليوزرز اللي بيفضلوا الاوبشن بتاع الكاش اون ديليفري. في الاخر خالص عندي الفريكوينت باير ستراجل، دي الناس اللي بتشتري باستمرار على الويب سايت، وبرضه احنا بنخسرهم لان احنا ما عندناش الفيتشرز اللي بتخلي الانفورميشن بتاعه الشيبنج او الادرسز والبيمنت انفورميشن نقدر ان احنا نعمل لها سيف، بحيث ان احنا لما نرجع نعمل بيرتشيسز تانية تكون جاهزه للاستخدام على طول، وتقلل الوقت بشكل كبير جدا بتاع البيرتشيس او بتاع التشيك اوت. فبكده نكون خلصنا كل حاجه ليها علاقه باليوزر ريسيرش والامباثايز، وخلصنا برضو موضوع الديفاين من اليوزرز برسبكتيف، وطلعنا المشاكل اللي اليوزرز بيواجهوها. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنشتغل بقى على ان احنا نطلع حلول للمشاكل دي، ونحسن بشكل كبير جدا تجربه الاستخدام على المنتج بتاعنا. وده كده كان الفيديو التاني من سلسله خطوات تصميم تجربه المستخدم. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير، ولو مش مشتركين في القناة وحابين ان انتوا تشوفوا فيديوهات اكتر عن اليو اكس واليو اي، ولو حابين ان انتوا برضو تكملوا السلسلة دي معايا، ممكن تعملوا سبسكرايب للتشانل. اتمنى اكون عرفت اوصل لكم المرحلة بتاعت اليوزر ريسيرش والامباثايز. وطبعا لو عندكم اي تعليقات على الشرح، ولو عندكم اي مقترحات او اي فيدباك عموما، ممكن تسيبولي تحت في الكومنتس. شكر جدا ليكم لوقتكم، والسلام عليكم.